جون افريك المجله الفرنسيه اللي خرجت هي واحد التقرير عنده علاقه الاخوان بهادشي، وهادشي راه غير في الايام الاخيره. غادي تقول جون افريك بانه الواقع مأساوي اللي كيعيشوه سكان المخيمات اللي في تيندوف. كتعتبر جون افريك ان هاد الناس هادو، واسمعوا العبارات اللي كتخرج الاخوان، لانه هاد الهضره هادي فهي كلام سياسي، وهذا كلام موجه، وهذا تقرير موجه ينذر بنهايه الملف ولا بنهايه الانفصال. كتقول جون افريك في التقرير ديالها هاد الناس هادو ضحايا لصراع دام نصف قرن تجاوزهم بكثير، مؤكدة أن الجزائر لم تعد تؤمن الجزائر، وهذا الكلام حقيقي يا الإخوان، بإمكانية تحقيق جبهة البوليزاريو لأي نصر على المغرب. كاين عدم دقة في هذه الكلمة هذه، لأنه الجزائر ماشي ما كتآمنش بأن البوليزاريو ما تقدرش تنتصر على المغرب، هي ما كتآمنش بأنه هي باقا تقدر تدعم البوليزاريو بواحد الشكل أنه تنتصر به على المغرب. هذه ماشي هزيمة للبوليزاريو، لأنه التقرير أنا ما معاش في هذه النقطة، لأنه هذا هزيمة للنظام الجزائري، لأنه البوليزاريو راه غير أداة، راه بروكسي، ما كتنش ما كتهش، خصوصا دابا. وأن حسب جون افريك مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الطرح الأكثر واقعية، وهذا توجه فرنسي الإخوان. داكشي علاش كنقولوا ديما الدول الكبيرة، وخصوصا هادو اللي عندهم عضوية في مجلس الأمن، ملي كنهضروا على الواشنطن بوست، ملي كنهضروا على جون افريك، ملي كنهضروا على الجوارديان، كلهم كيديروا تقارير، ولكن التقارير مبنية على السياسات اللي كتنتهجها الدولة ديالهم. فما كيكونش شي تقرير من هذه المنصات المشهورة والدائعة الصيت مديور غير هكاك. وصفت المجلة الإخوان ديال جون افريك عبر كاتب التقرير الموريتاني مبارك ولد بيروك وضع اللاجئين الصحراويين في تندوف بأنه صمت ثقيل تعلوه أصوات الانفجار في السماء. عقلوا الإخوان اش قلت لكم، بن بطوش في المرادية كيهضر على الأوضاع الخطيرة في المخيمات. اسمعوا، صمت ثقيل تعلوه أصوات الانفجارات في السماء، مشيرة إلى أنهم يعيشون حياة رتيبة من دون أمل، وقد تخلوا عن الشعارات القديمة ودفنوا رموزهم، ولم يعودوا يؤمنون إلا بما يسد رمقهم من مياه توزع من صهاريج ومعونات غذائية دولية. حتى ترامب هاد المعونات غادي يحبسها. تفكروا الإخوان الصور اللي كتجيهم من مدينة العيون، راه هذيك الصور اللي كتجي من مدينة العيون الإخوان راه هي أكبر من أنك تحشد جيوش جرارة. راه ملي كتبين لهم هادوك المنابع ديال المياه ودوك النافورات ودوك الأضواء ودوك المدن، ديك المدينة الجميلة، داك الشوارع الكبيرة ودوك السيارات الفاخرة اللي كتمشي تماك، وديك المنازل المحترمة اللي كاينه في المدينة، وديك البنية التحتية، ثقوا بيا الإخوان أنه الأوضاع كتزيد تشتعل في المخيمات. كيفاش واحد معيش أكثر من 50 سنة هو وليداته في الغبار والعجاج وكيشوف المنطقة اللي هو كينتمي ليها، ما كنهضرش على كل شيء، ما كنهضرش على دوك الجنسيات الأخرى، كنهضر على الصحراويين، وما بغيتيش ينتفض. فأنا تنظن أنه النهاية اقتربت. واحد النقطة غادي تذكرها الإخوان، يعني دابا ندخل لكم الموضوع المهم. هذه حتى هي مهمة بزاف. في جون افريك غادي تلفت لواحد النقطة خصنا ننتبهوا ليها. كتقول بعض الشبان لجأوا إلى تهريب المساعدات الغذائية كوسيلة للبقاء. اسمعوا الإخوان، وخاصة إلى منطقة زويرات شمال موريتانيا، بينما يعيش قادة الجبهة حياة مختلفة تماما، يتنقلون عبر العالم، ويمتلك بعضهم عقارات، ويستغلون القبلية والنفوذ لأغراضهم الخاصة. تحدث التقرير عن فقدان الشباب في المخيمات لأي أفق سياسي، مشيرا إلى قول إحدى الشابات التي زارت موريتانيا: لا أحد يتابع قناة البوليزاريو هناك، فقط الشيوخ من لا زالوا يؤمنون بدولة مستقبلية، مؤكدة أن والداه هو الوحيد في العائلة الذي لا يزال يؤمن بذلك، في إشارة إلى وجود انفصال، شيء مهم الإخوان، انفصال بين معتقدات الجيل القديم والجيل الحديث. هناك قطيعة الإخوان. شكون اللي غادي يزيد يقويها؟ صناع المحتوى الإخوان اللي كيهضروا على بحال هذه المواضيع، منهم هذه القناة وقنوات أخرى، صور تأتيهم من هناك، من حقيقة وبلاد العز والكرامة، من العيون، من الداخلة، من بوجدور. وباش نختموا الإخوان هذه النقطة هذه وندخلوا ونقول لكم واحدة من أهم النقاط،
أشار في هذا السياق إلى مثال يبرز حالة اليأس التي انتابت حتى الجزائر، التي بحسب شهادة قيادي سابق في البوليزاريو عاد إلى المغرب. كشف لكاتب التقرير أن مسؤولا جزائريا قال له بأن لا يحلم بعد اليوم بأي نصر عسكري ضد المملكة المغربية.